يا اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وشكرا جدا على تعليقاتكم وتفاعلكم، وبجد انا بحبكم قوي، وربنا يفرحكم زي ما انتوا بتفرحوني ويحقق لكم كل اللي انتوا بتتمنوه. هنحضر بقى مع بعض النهاردة كده روتين بسيط. هنفطر مع بعض وهنحضر الغدا، وانا عملت بجد اختراع كده في الغدا عجبني قوي، وكنت شايفاه ترند الصراحة الفترة الاخيرة دي، وكنت حابة ان انا اجربه، وما كنتش متخيلة لو هو يطلع بالحلاوة دي. كملوا معايا الفيديو، ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو منكم زي ما انا متعودة. حضرت الفطار، سلقت بيضة وابتديت ان انا احطها في العيش الفينو السن ده، وطبعا حطيت عليها توابل البطاطس المفضلة عندي. بجد التوابل دي طعمها حلو قوي، وجربوها بجد على البيض المسلوق هتعجبكم جدا. طبعا كلكم هتستغربوا ايه كوباية الشاي بلبن الصغيرة دي، انا مش متعودة طبعا ان انا اشرب في فنجان صغير، بس انا حبيت ان انا اغير المرة دي، وما كانش ليا نفس اصلا ان انا افطر، بس قلت ان انا لازم اخد فطاري كده علشان اعرف اكمل بقية اليوم. عملت بقى كوباية شاي بلبن صغيرة زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ان انا افطر ونشوف ورانا ايه. عايزة اقول لكم ان انا خطفت كده يومين، وسافرت اسكندرية في شقتنا اللي في اسكندرية مع اهلي، يعني مع والدتي وبابايا وكده. وبجد كانوا احلى يوم. فصلت عنهم. انا طبعا سافرت معاهم من فترة، بس انا كنت محتاجة ان انا افصل، وما كنتش عايزة ان انا اخرج، مش عارفة الصراحة، فكنت حابة ان انا افصل كده واروح اسكندرية كده واقعد قدام البحر واتكلم معاه واشتكيله وافضفضله عن قلبي. هنزل لكم الفلوج دوت بكل تفاصيله، هتخليكم تقضوا معايا اليومين دول. بس انا عايزه اقول لكم ان انا ببقى مبسوطه قوي ومرتاحه كده نفسيا لما ببقى قاعده قدام البحر كده واكلمه واشتكيله كده وافضفضله على كل اللي في قلبي. وساعات بجد بجيب النوتس بتاعتي واقعد اكتب كل اللي جوايا كاني بكلم مع حد، بفضفض بقى بكل اللي موجود جوايا، واروح رامية الورقة دي في البحر. طبعا مفيش حد هيشوفها ولا هيقراها لان الورقة هتبوش وهتدوب، بس انا ببقى مرتاحة كأني اتكلمت مع حد وفضفضت مع حد. ساعات احنا بنبقى عايزين نتكلم مع حد ونفضفض، بس بنبقى مش لاقيين حد اللي احنا نتكلم معاه. بس انا بجد الحركة دي بتريحني جدا، ولازم تجربوها وقولولي ان انتوا بجد الحركة دي ريحتكم ولا لا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا غسلت طبعا البانيه كويس جدا، وهبتدي ان انا اتبله. حطيت في البصل بهارات، اي بهارات انت بتحبيها، ما بستكفيش بالفلفل والملح بس، لا بحط شوية توابل كده حلوين، وبحط عليه كاتشب، وبحط عليه دبس الرمان لو متوفر عندك، وبجد بيديها طعم حلو قوي. وبسيب التتبيلة دي، الفراخ في التتبيلة دي في التلاجة لمدة ليلة واحدة. بعد كده بنزلها بدخلها الفريزر، بحطها في كيس او بقسمها في اطباق وبحطها في الفريزر، بس لازم احطها ابيتها في التلاجة ليلة علشان تاكل في ملحها وتتبل كويس. عملت عيش تورتيلا بجد طلع حلو قوي، وانا بعرف ان انا اعمله، وبجد بيطلع احلى من بره كمان. لو انتوا عايزين بقية الوصفة اكتبولي في الكومنت، وانا هعمل لكم فيديو مختصر عنه بكل تفاصيله. تعالوا بقى نشوف الاختراع اللي طلع نينجا، بجد طعمه حلو قوي وبجد عجبني. اول حاجة كده هنجيب العيش التوست ونفرغه، نقطع كده الجوانب بتاعته. طبعا الجوانب دي مش هنرميها، احنا هنفرمها، هنطحنها في الكبة وهنعملها بديل البقسماط. طبعا احنا ما بنرميش حاجة، وكل حاجة بنستغلها صح. ابتدي بقى ان انا افرغ كل الكمية اللي معايا دي، انا مش هكتر، انا بس كنت بعملها تجربة وبجد طلعت حلوة قوي، وندمت ان انا ما كترتش منها. بس انت بجد حاولي انك تعملي كذا واحدة لانها هتعجبك وهتدمنيها. هجيب بقى النشابة وهبتدي ان انا افرد التوستاية دي، هفردها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهي هتتفرد معاكي بكل سهولة لو التوست طازة. لو التوست بايت عندك بقاله كام يوم، هو بس بينشف حاجة بسيطة، مش هيبقى سهل معاكي في الفرد، لازم يكون التوست طازة. وبعد ما فردت التوست بالشكل ده، هبتدي ان انا احضر الحشوة دي عبارة عن فلفل رومي والوان مقطعاه كده قطع صغيرة، وجبنة موتزاريلا على شيدر على رومي، وشوية زيتون،
وشوية زعتر مجففين، وابتديت ان انا افرمهم كده وقلبت كل ده مع بعض. وهبتدي ان انا احشي التوستية، بس احط حشوة مناسبة، مش هكتر الحشوة علشان ما تتفتحش مني، وكمان ما تبقاش كويسة، يعني ما تبقاش مليانة قوي وتبقى حادقة. وهبتدي ان انا الفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهضغط عليها كده من الاطراف. لو حسيتي ان الاطراف ما بتتقفلش معاكي، هاتي شوية مية وبلي ايدك كده، وابتدي ان انت اضغطي على الاطراف. بس هو لو التوست طازة هيتقفل معاكي بكل سهولة. هيطلع لي بنوتة كده حلوة، وتقولي انت ازاي مش لابسة جلافز؟ يا جماعة احنا طبعا كلنا بنبقى في المطبخ وايدينا على طول في المية وبتبقى نضيفة. وكمان انا واحدة ما بعرفش اشتغل بالجلافز، انا لازم احس كده بملمس الحاجة علشان احس بيها والاكل يطلع مظبوط. انا مش بعرف البس جلافز، وكمان الاكل ده انا اللي هاكله. فكل واحد على حسب ما بيرتاح، يعني لازم تبقي مرتاحة كده وانت بتشتغلي في شغل البيت وبتشتغلي في المطبخ، علشان تعرفي تأدي وتطلعي الحاجات كويسة من تحت ايدك. وكمان يا ست البنات، احنا لما بنيجي نروق او نعمل شغل البيت مش بنلبس اي حاجة مكتومة على انفاسنا كده، يعني مش بنلبس بنطلون جينز، ما بنلبسش شبشب عالي بكعب، بنلبس بالعكس، بنلبس جلابية كده فضفاضة مريحة كده في الحركة، علشان نعرف نتحرك وتعملي شغل البيت. فما تصعبهاش على نفسك وتصعبيها عليا يا ست البنات، يا ست الكل، يا حبيبة قلبي انت. تمام تمام. علشان انا بلاقي كده شوية حلويات كده طالعين من تحت الارض، يقولولي انت ازاي ما بتلبسيش جلافز كده وانت بتشتغلي؟ ياي يا جماعة، انا بحب الياي بتاع ايدي. تمام. طبعا انا مش بكلم فانزاتي حبايب قلبي، انا بكلم اللي هما الناس اللي بتطلع كده من تحت الارض، اللي مش بتلاقيلك اي غلطة وتبقى عايزة تنكد عليك عيشتك. بس انا محدش يقدر ينكد عليا عيشتي. لو وصلت معايا بقى يا فانزاتي حبايب قلبي للنقطة دي، اكتبولي بقى كلمة حلوة كده وكومنت حلو منكم، عشان تشجعوني وتحفزوني كده اللي انا اصور معاكم فيديوهات كتيرة الفترة الجاية. انا خلاص حشيت كل التوست اللي معايا، وهبتدي بقى اجيب بولتين واحط فيها بيضايه وهقلبها كده وشويه لبن وشويه ملح وفلفل علشان زفرة البيض. وهبتدي اقلب البيضايه كده كلها مع بعض، وهجيب طبق تاني واحط فيه شويه بقسماط، واحط عليه بابريكا وتوم باودر وبصل باودر علشان يديله كده طعم ونكهه حلو. لازم برضو الكفر يبقى طعمه جميل، بس انا طبعا ما كترتش علشان احس بالتوابل بالجبنه اللي جوه وما احسش ان الطعم اوفر يعني. بس وهبتدي بقى اتاكد ان كل الجوانب اتقفلت مع بعض، واول حاجه هحطها في البيض، وهبتدي ان انا اقلبها كده واكسيها كلها بالبيض. بعد كده هحطها في البقسماط. الوصفة دي كلها مش هتاخد معاكي 10 دقايق، انت كمان ممكن تنفع قوي للانش بوكس الاولاد، تاخدوها كده ياخدوها كده معاهم في المدرسة، وتاخديها معاكي في الشغل. بجد بتبقى طعمها حلو قوي. وهبتدي ان انا اقليها في زيت، لازم الزيت يبقى غزير علشان يكسيها كلها مع بعض وتستوي كلها مع بعض. وهكون مهدية النار عليها بعد ما الزيت يسخن. وبس كده، وبجد بتبقى طعمها حلو قوي، انت لازم تجربيها. ولو انت جربتيها هستنى رأيك في الكومنت وتقولولي هل هي عجبتكم ولا لا. وعملت كده كام قطعة بالعيش التورتيلا، برضو طلعت حلوة، بس التوست عجبني اكتر. وعملت بقى سندوتشات سوري. طبعا انتوا لو عايزين الوصفة بالعيش بكله هعملها لكم، بس اكتبولي في الكومنت عشان اعملها لكم بإذن الله الفيديوهات الجاية. وتعالوا بقى نعمل اختبار ونشوف الجبنة هتمط معانا ولا لأ. انا عايزاكم تكتبولي نوع موتزاريلا حلوة، لان انا عايزة جبنة موتزاريلا تمط وتبقى طعمها حلو في نفس الوقت. بصوا بقى بجد المطة هي ما كانتش قد كده، بس تمام والله كانت حلوة. وكانت طعمها حلو قوي وعجبتني. يا ريت تكتبولي نوع جبنه موتزاريلا حلوه علشان اجيبها، لان انا بجد ما جربتش خالص اي جبنه موتزاريلا وطلعت حلوه وبتمط معايا المطه اللي هي دي انتوا عارفينها. روقت بقى المطبخ وقلت اما اروق بقى على نفسي كده وعلى دماغي واعمل احلى كوبايه ايس كوفي.
بجد الايس كوفي ده بيخليني كده اروح في عالم تاني. هستنى بقى رأيكم وباي باي.